بُصّوا بقى، بعد الطريقة دي مش هتعمليه تاني بطريقتِك العادية أبدًا، بجد النهارده هنعمل صينية جلاش يا خبر على الجمال والطعامة، بجد خطيرة، جديدة، مختلفة، سهلة وبسيطة، طعمها في منتهى الجمال وتشرّفِك كمان لو عندِك عزومة، وعايزة أقول لكم كمان إن ممكن تحفظوها لرمضان، عشان بجد هي دي اللي هتشرّفكم قدّام ضيوفكم، وزي ما أنتم شايفين شكلها ما فيش أحلى ولا أجمل من كده، اعملوا لي لايك وشير كتير للفيديو ده، ويالّا بينا ندخل على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، أول حاجة كده معايا شربات، أنا عايزاه كوباية ونُص من السكر، ضِفت عليهم كوباية من المَيّة لإني عايزاه تقيل شوية، قلّبتهم بالشكل ده لحد ما السكر يدوب خالص زي ما أنتم شايفين، وبعد كده يبدأ يغلي معايا، أنزل عليه بعصير نُص ليمونة وأدّي له تقليبة واحدة بس ومش باحط إيدي فيه تاني، وده السر اللي بيخلّي الشربات ما يسكّرش، بعد الليمون ما تقلّبيهوش خالص، 5 دقايق كده على النار ونطفّي عليه وندّي له فانيليا. نيجي بقى للفة الجلاش بتاعتنا، معايا 3 معالق كبار من السميد اللي هو بتاع البسبوسة، ضِفت عليه معلقة صغيرة كده من الكاكاو، لو حابة تضيفي قرفة معاها أو لوحدها كمان هتبقى حلوة جدًا، تمام، هاخد كده كل ورقة آجي من ناحية العرض كده أحط زي ما أنتم شايفين معلقة أو أقل كمان شوية من الخليط اللي عملناه، اللي هو السميد والكاكاو، تمام كده، وأبدأ بُصّوا تانية والتانية والتالتة كمان عشان أضمن إن الحشوة بتاعتي ما تخرجش برّه، وبعد كده أكمّلها مروحة بالشكل ده زي ما أنتم شايفين. طب ليه بتعمليها مروحة يا سهير ما نكمّلها رول؟ هاقول لِك إن المروحة هتخلّيها مورّقة كده معاكِ ومش مكتومة، اسمعوا الكلام بس واعملوها بالطريقة دي وأنتم مش هتندموا أبدًا. بُصّوا لفيناها حوالين نفسها إزاي، جبت صينية دي مقاس 24 من غير ما أدهنها ولا أي حاجة، حطيت أول واحدة عملتها. نعمل مع بعض تاني وأنتم عارفين بالإعادة إفادة. أبدأ برضه أحط شوية من الحشوة بتاعتي وأبدأ ألِف عليها 3 لفّات كده، وآجي بقى من الرابعة أبتدي أعملها مروحة بالشكل ده زي ما أنتم شايفين، هتبقى معاكم سهلة وبسيطة، ونلفّها حوالين نفسها زي السينابون كده نعملها رول، تمام؟ سهلة وبسيطة. طب الحشوة ممكن تتغيّر؟ طبعًا ممكن تتغيّر على حسب راحتِك، ممكن تحشيه مكسرات، ممكن تحشيه مهلبية، احشيه الحشوة اللي أنتِ حاباها، براحتك خالص، شوية زبيب وشوية جوز الهند برضه هيبقى زي الفل، المهم إن أنتِ هتعمليه بنفس الطريقة دي، تمام كده، أنا حبيته بس يبقى مختلف فعشان كده حشيته سميد وكاكاو، وعايزة أقول لكم إن خلّى طعمه في حتة تانية خالص، تمام، بدأت ألِف بالشكل ده لحد ما أخلّص الصينية بتاعتي بالشكل ده. خلّصتها بقى بالشكل ده، جِبت نُص كوباية من السمنة سيّحتها على النار وبدأت أنزل بيها بالشكل ده على كل واحدة عشان تورّق معايا، سهل خالص وبسيط، يعني مش هنورّق ولا نعمل ندهن ورقة، ورقة ولا الكلام ده خالص. خلّصتها بالشكل ده، أنا مشغّلة الفرن على درجة حرارة 180. قبل ما أدخّلها الفرن حبّيت أحُط شوية من السوداني كده أو شوية مكسّرات أو ممكن تستغني عن الخطوة دي خالص، براحتك خالص، بس أنا قُلت إيه، نزوّد كده حاجة تدّيها شكل حلو وفي نفس الوقت تدّينا طعم. هادخّلها الفرن لحد ما أحضّر لها التشريب على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني. نيجي بقى نجيب الخلاط ونضيف عليه بيضتين وكمان شوية من الفانيليا وكوباية ونُص من الحليب زي ما أنتم شايفين بالشكل ده، وكمان علبة من الزبادي وده بيبقى حجمها من 105 ل110 جرام، تمام؟ لو مش عندِك زبادي أو مش حابة تضيفي زبادي تقدري تضيفي كوبايتين من الحليب، ربع كوباية من السكر، معلقة كبيرة من البيكنج باودر ومعلقتين كبار من النشا، وعايزة أقول لكم إن سكر الصينية دي مضبوط بالمسطرة، خدي ورايا كده وما تراجعيش، هنضرب الكلام ده كله كويس جدًا، جدًا لحد ما يختلط مع بعضه والسكر يدوب خالص. طلعت بقى الصينية من الفرن كانت اتشربت السمنة لكن ما خدتش أي لون زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. أبدأ أنزل بقى بالخليط اللي ضربناه كده في الخلاط واحدة واحدة بالشكل ده، ما تنزليش بيه مرة واحدة عشان المكسرات وعشان الصينية ما تتبهدلش منِّك، هو كده هياخدها دي التشريبة دي بتاعتها كلّها، بس واحدة واحدة كده. تمام، صبيتها كلّها بالشكل ده، هادخّلها بقى الفرن تاني على درجة حرارة 180 تاخد السِوَى بتاعها كامل زيّها كإنها كيكة كده، حطّيها على 180 لحد ما تستوي، لو ما خدتش لون شغّلي لها الشواية تاخد لون. طبعًا طلعت من الفرن سخنة بالشكل ده، الشربات بتاعي كان بارد، هي سخنة والشربات بارد، ما ينفعش الاتنين سخنين. بُصّوا بقى بتشرب الشربات إزاي، والشربات ده الكمية دي كلّها بتاعتها، هتاخدها كلّها. بس برضه إيه، واحدة، واحدة كده عشان المكسرات ما تخرجش وشكل الصينية يبوظ، تمام؟ سهلة خالص أهي ما فيهاش أي حاجة، هاسيبها تبرد بقى ساعة 2 وبعدين نقدّمها.
براحتك خالص. في بقى حلو أسهل ولا أبسط من كده، ما خدش معانا وقت، ما خدش دقايق في عمايله، يعني وأنتِ بتعمليه ما خدش معاكِ وقت خالص، هي كل الوقت بتاعه كان في الفرن، لكن هو ما أخدش وقت. بُصّي شكله عامل إزاي، قد إيه شهي كده ويفتح النِفس، حاجة حلوة كده وجميلة نقدر ناكلها طول الشتا، طبعًا محتاجين حاجات مسكّرة، حاجة كده تدّينا نشاط كده وpower، وكمان في نفس الوقت لو جاي لِك ضيوف أو عندِك عزومة هتبقى جميلة جدًا، جدًا. شكلها أصلًا أكتر من رائع، كل واحد ياخد قطعة في الطبق كده هتعجبه جدًا، وكمان هيفتكر إن أنتِ عاملة فيها شغل عالي وتعبانة فيها، مع إنها بسيطة جدًا وسهلة زي ما أنتم شايفين. بُصّوا توريقاتها عاملة إزاي، اعملوا لي like وshare وبس كده.